ناس كتير جدا بتضيع فلوسها بسبب ان هم بيعملوا الاعلانات بطريقة غلط. في الفيديو دوت انا هعلمك ازاي تعمل اعلان ممول احترافي بطريقة صحيحة على منصة ميتا واللي هي فيسبوك وانستجرام عشان خاطر تقدر تطلع احسن نتائج ممكنة. طيب من غير ما نضيع وقت انا عايز اعمل الفيديو دوت بشكل سريع جدا ويكون بيفهمك يعني معظم الحاجات بشكل سريع، فخلينا كده من غير ما نضيع وقت نروح على اول حاجة المنيو واللي انت هتلاقيه موجود في الصفحة الرئيسية بتاعت فيسبوك اللي عن طريقه بتقدر تكريت فيسبوك بيج لو انت ما عندكش فيسبوك بيج، لان شرط اساسي ان انت يكون عندك فيسبوك بيج عشان تقدر تعمل اعلانات ممولة على منصة ميتا او على بلاتفورم الفيسبوك وانستجرام. فخلينا نعتبر ان انت لسه حد ما عندكش اي بيج على فيسبوك وبتبدأ لاول مرة البيزنس بتاعك، فانت محتاج اول حاجه تعملها ان انت تروح على كلمه كرييت بيج من هنا. طبعا احنا عايزين بيج فهنقول له بابليك بيج وهندوس نيكست بالشكل ده، وبعد كده هنقول له get started. فبالطريقه دي انا بقدر انشئ صفحه فيسبوك جديده. فخلينا نعتبر ان احنا هنعمل فيسبوك جديده اسمها مثلا ميديا باينج اكاديمي مثلا على سبيل المثال. زي ما انت شايف كده انت هنا بتدخل اسم البيج وهنا بتدخل الكاتيجوري او بتدخل التصنيف بتاع الصفحه. هل الصفحه دي تابعه لاني كاتيجوري بالظبط؟ هل هي بتبيع ملابس؟ هل بتبيع كورسات؟ هل بتبيع عقارات؟ على حسب انت بتبتدي تحط له الكاتيجوري هنا. فخلينا اقول له مثلا ده education ويب سايت، واعتبر ان انا عندي ويب سايت، الويب سايت ده بيعلم الميديا باينج وانا عامل البيج دي خاصه بيه. تمام. طيب ايه الوصف بتاع الصفحه؟ خلينا نقول مثلا this is a page for teaching مثلا for teaching media buying مثلا. تمام. وهروح ادوس create page فهتلاقي مثلا بالشكل دوت الصفحه بيتعمل لها انشاء بكل سهوله خالص، وبعد كده هبتدي ادخل بقيه المعلومات بتاعت الصفحه وارفع اللوجو بتاعي وارفع طبعا الكفر وهكذا. فزي ما انت شايف كده بيقول لك حط الويب سايت، حط رقم الموبايل، حط الايميل بتاعك، حط الادرس او العنوان طبعا بالتفصيل بقى بالبوست كود بالمدينه بكل الكلام دوت، حط الساعات بتاعه المحل بتاعك او بتاعه الصفحه بتاعتك البيزنس بتاعك شغال الساعه كام او من كام لكام. عايز تقول له شغال طول الوقت او شغال او مفيش اصلا ساعات معينه لان هو ويب سايت وشغال يعني مثلا اولويز اوبن دي الويب سايت لو هو شغال 24 ساعه. هنا مثلا لو مفيش ساعات محدده مش هتعرضها اصلا على الصفحه. هنا مثلا لو انت فاتح في ساعات معينه هتختار دي وهكذا. تمام. طيب انا مش هروح في حته التصميم بتاع اللوجو والكفر. تمام. هعمل له فيديو تاني ان شاء الله، ولكن مبدئيا انا بعلمك ازاي تعمل صفحه على الفيسبوك عشان خاطر عن طريقها تبتدي تعمل اعلانات فيسبوك، وهو الموضوع الاساسي اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. فخلينا اقول له ان دي اولويز اوبن فاتحه 24 ساعه، بما اني قلت له مثلا ان ده اصلا ويب سايت انا بيعلم الميديا باينج وانا بعمل له بيج. تمام. هنا هتشوف هتضيف اللوجو، هتضيف الكفر والنكست وهكذا. الصفحه بكل سهوله هتبقى اتعملت لو انت مش عارف تعمل صفحه فيسبوك منين. تمام. طيب انا مش هخوض في تفاصيل زياده بالنسبه لانشاء صفحه الفيسبوك لان دي حاجه سهله تقريبا معظم الناس بتعرف تعملها، ولكن قلت لو انت ما عملتش ده قبل كده فاديني وريتك تعملها منين. تمام. مش محتاجه ان انا اروح لتفاصيل ازيد من كده. خلينا بشكل سريع جدا نروح دلوقتي لمدير الاعلانات وهو الحاجه اللي احنا هنكون مركزين عليها. يلا بينا. طيب تاني نروح للصفحة الرئيسية بتاعت فيسبوك بالشكل دوت، ومن الصفحة الرئيسية كل اللي احنا محتاجين نعمله ان احنا نختار مدير الاعلانات. نيجي هنا على كلمة سي مور او ان انا اشوف المزيد وادوس على كلمة ادز مانجر او مدير الاعلانات. هتلاقي على طول فيسبوك خدني لمدير الاعلانات واللي هنبتدي نشرح عليه كل حاجة عشان نقدر نعمل كامبين ناجحة تقدر عن طريقها تحقق مبيعات او تقدر تجيب ليدز او ايا كان. طيب زي ما انتم شايفين مدير الاعلانات فتح بالشكل دوت، وطبعا لو انت اول مره تخش على مدير الاعلانات مش هيبقى فيه اي فيزا متسجله ولا هيبقى فيه اي حاجه خالص. فانت اول حاجه محتاج تعملها ان انت تروح تحط الفيزا بتاعتك على المدير الاعلاني دوت. فاول حاجه هتعملها ان انت هتروح على بيلينج او بيمنت او تروح على اكونت اوفر فيو ايا كان. هو اصلا كده الفيسبوك باي ديفولت هيجيب لك بوب اب او هيجيب لك كده نوتيفيكيشن او
بوب اب قدامك يقول لك دخل بيانات الفيزا بتاعتك عشان انت ما دخلتش اي بيانات للفيزا. تمام. بس خلينا نخش كده على الموضوع على طول، ونخش على البيلينج اند بيمنت، وهنعتبر ان احنا ما عندناش اي فيزا خالص على الحساب الاعلاني، وهنروح نضيف فيزا حالا عشان دي اول حاجه هتخلي الحساب الاعلاني يبقى جاهز معانا ان هو يشتغل ونبتدي نعمل حملات اعلانيه عليه. طيب زي ما انت شايف كده انا في فيزا اوريدي ضايفها هنا، ولكن هنعتبر ان انت ما عندكش فيزا، فكل اللي انت هتعمله هتروح على كلمه add payment method وهتقول له ان انت عايز تضيف فيزا. هيقول لك الفيزا دي هل هي ماستر كارد او كريدت كارد، ولا هي باي بال مثلا، ولا انت عندك اد كريدت فيسبوك مدياك رصيد ببلاش، فهتقول له والله لا انا هضيف ديبت او كريدت، فهتدخله بيانات الفيزا وتقريبا هيخصم منك جنيه او هيخصم منك دولار على حسب الدوله اللي انت فيها، وهيقول لك بس تدخل كود تدخله وخلاص الفيزا هتتفعل بشكل سريع جدا وسهل جدا جدا. تمام. انا اعتبر ان انت خلاص سجلت بيانات الفيزا بتاعتك والحساب الاعلاني جاهز ان انت تشتغل. تمام. طيب اول حاجه احنا محتاجينها عشان نقدر ان احنا نحسب الريزلتس بتاعتنا او نحسب النتائج بتاعتنا بتاعه الحمله الاعلانيه، سواء الحمله دي سيلز ان احنا عاملين مبيعات اللي عندنا مثلا متجر او عندنا ايا كان وعايزين نشوف المبيعات بتاعتنا قد ايه، كام اوردر جه، وكل اوردر جه بكام، والكلام ده كله نقدر نعمله عن طريق ان احنا نسطب بيكسل على الويب سايت، ونفس الكلام بالنسبه للليد جنريشن برضه. تمام. طيب اول حاجه هنعملها ان احنا نروح نسطب البيكسل بتاعنا، وبعد كده نبتدي نعرف ازاي نعمل حمله اعلانيه وانواع الحملات الاعلانيه وهكذا. طيب نجيب البيكسل منين عشان هو اهم حاجه؟ البيكسل هنروح هنا على الايفنتس مانجر او مدير الاحداث، ندوس عليه بالشكل دوت. اول ما تدوس على الايفنتس مانجر زي ما انت شايف كده هيقول لك كونكت داتا او اعمل اتصال للبيانات، فانت هتدوس عليها. اول ما تدوس عليها هيقول لك طب انت عايز بقى تكونكت ايه؟ ويب سايت ولا موبايل ابلكيشن، ولا اصلا انت عايز تشوف الاوفلاين لو انت عندك متجر مثلا على ارض الواقع، ولا سي ار ام ولا مسجنج ولا ايه بالظبط؟ فاحنا هنقول له لا احنا عندنا ويب سايت والله، والويب سايت دوت احنا عايزين نكونكته بالفيسبوك، فهنقول له نيكست. طيب بعد ما تقول له نيكست هيقول لك طيب انت عايز بقى تكونكت داتا سيت موجوده او بيانات اوريدي موجوده او بيكسل موجود، ولا انت عايز تعمل واحد جديد؟ فاقول له لا والله انا عايز كرييت نيو داتا سيت. فاول ما ادوس كرييت نيو داتا سيت هيقول لي تمام حط لي بقى الاسم اللي انت عايز تسميه البيكسل ده، فاقول له مثلا تيست بيكسل مثلا، وبعد ما سميته تيست بيكسل اروح اقول له كرييت مثلا. تمام، اللي هو اي حاجه. زي ما انت شايف كده جاب لي ابلكيشن هو بيعمل له ريكومنديشن او هو بيرشحه لي عشان خاطر استخدمه واربط البيكسل بالويب سايت بتاعي. طيب لو انا عايز استخدم ده استخدمه، مش عايز استخدمه هروح اعمله بطريقه مانيوال عادي جدا. الطريقه المانيوال شغاله 100%. هقول له مثلا لا سيت اب مانيوالي وهدوس نيكست، فهيقوم مديني زي ما انت شايف كده برضه ريكومنديشنز ثانيه. هيقول لي طيب انت عايز بقى تسطب كونفرجن اي بي اي وميتا بيكسل ولا ميتا بيكسل بس؟ طيب احنا دلوقتي هنختار ميتا بيكسل مش كونفرجن اي بي اي، لان كونفرجن اي بي اي انا هتكلم عليه في فيديو تاني خالص وهشرحه لك من الالف للياء. طيب هل الميتا بيكسل كافيه ان هي برضه تدي لنا نتائج دقيقه؟ طبعا كافيه ان هي تدي لنا نتائج دقيقه. الكونفرجن اي بي اي ادق، ولكن ميتا بيكسل برضه نتائجها ستيل دقيقه. فانا هقول له انا عايز اسطب ميتا بيكسل اونلي. تمام، وهقول له نيكست. اول ما اقول له نيكست هيقوم مديني المفروض كود. الكود دوت هناخده ونحطه في الويب سايت بتاعنا. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل كوبي كود، وهناخد الكود دوت اللي نسخناه زي ما انت شايف كده بيقول لك بيست الكود ده في الويب سايت. طب في انهي حته في الويب سايت بقى؟ المفروض ان انا احطه في الهيدر بتاع الويب سايت بتاعي. حلو كده وهقول له كونتينيو. خلينا برضو كده نعمل تيرن اون للاوتوماتيك ادفانسد ماتشنج عشان خاطر اي بيانات العميل يدخلها لو احنا بنشتغل على الليد جنريشن يبتدي ان هو يحسبها معانا. فهندوس دون. تمام. طيب كده البيكسل بتاعنا تم انشاؤه بدون اي مشكله، وعشان خاطر نتست بقى هل هو شغال على الويب سايت ولا لا بعد ما نحط الكود في الهيدر بتاع الويب سايت، هنروح على كلمه تيست ايفنت بالشكل دوت، وهنروح على تاني حاجه confirm that your website's events are set up correctly، وهندخل لينك الويب سايت بتاعنا وندوس تيست ايفنت. تمام. طيب ازاي برضه هنعرف ان الويب سايت بتاعنا connected
كويس، هتبتدي ان انت تعمل زي عمليه شراء او عمليه تسجيل على الويب سايت، عشان خاطر يبتدي يبان لك هنا كده الاحداث اللي ظاهره. يعني اول ما ادخل مثلا الويب سايت بتاعي وادوس تيست ايفنت، هو هيفتح لي لينك الويب سايت بتاعي هنا في لينك جديده، وابتدي اجرب على الويب سايت بتاعي ان انا اشتري منتج مثلا، او اشتري او ابتدي ان انا اسجل ليد فورم او ايا كان. تمام. طيب هل في حاجه تانية؟ في حاجه تانية اسمها ميتا بيكسل هيلبر بالشكل دوت. انت بتروح تكتب هنا في جوجل كروم ميتا بيكسل هيلبر وتخش عليها بالشكل دوت، وهتلاقيها اكستنشن انت تسطبها على جوجل كروم. طيب بتعمل ايه الاكستنشن دي؟ الاكستنشن دي بتعرفني اذا كان في بيكسل متسطب على الويب سايت بتاعي ولا لا، ولو في فعلا بيكسل متسطب، البيكسل دوت الرقم الاي دي بتاعه ايه، تمام، والاحداث اللي عليه ايه. فانا دلوقتي مثلا هروح على ويب سايت بتاعي اسمه ديجيتال فور ايربس، تمام. انا عامل الويب سايت دوت وببيع عليه منتجات في المملكه العربيه السعوديه. طيب زي ما انت شايف لما دخلت على الستور بتاعي او الويب سايت بتاعي، الميتا بيكسل هيلبر دي نويت وقال لي ان في بيكسل متسطب على الويب سايت بتاعي دوت، ورقم البيكسل ايه وايه الايفنتس اللي موجوده، تمام. فدي الايفنتس اللي البيكسل شايفها حاليا، تمام. فانا دلوقتي لو رحت ضفت منتج للسله، فهتلاقيه ضاف لي هنا ان في اد تو كارت ايفنت حصلت. فانا لو دخلت البيانات هنا وعملت عمليه شراء وليكن وهميه، خليني اجرب كده اعمل تيست مثلا، وهقول هنا كمان تيست، ويعني اقول له ان انا هدفع كاش ايا كان، واقول له اتمام الطلب. زي ما انت شايف كده ايه اللي حصل؟ اللي حصل هنا البيرتشيس هنا اكتف، تمام، او البيرتشيس هنا ظهرت ان انا عملت اوردر، تمام. فده فايدة البيكسل ان هو يعد او يتراك الداتا اللي بتحصل على الويب سايت بتاعك، ولو انت عامل كامبين هيبتدي كل ده يظهر في الكامبين بتاعتك. تمام. خلصنا جزئية البيكسل، تعالى بقى نروح لجزئية ازاي اصلا نعمل الكامبين. تمام، يلا بينا. طيب دلوقتي انا رحت دوست على كامبينز عشان اوريك ايه اللي بيحصل في الكامبينز القديمه اللي انا عاملها لما بيكون عندك بيكسل متسطب. طيب انا عندي كامبينز كانت شغاله، وزي ما انت شايف كده في كامبينز جه عليها 3 مبيعات، في جه عليها 4 مبيعات، في جه عليها 23 اوردر، وهكذا، تمام. فهنا البيكسل ميزته ان هو كل ما تحصل عمليه شير على الويب سايت بتاعك بيبتدي يعد لك العمليه دي على الكامبين، ويقول لك ان الكوست بير بيرتشيس او الكوست، تمام، بتاع كل بيعه قد ايه بالظبط. وطبعا ده هنا بيجي لك البادجت اللي انت حاطه في الكامبين، وهنا المبلغ اللي انت صرفته، والامبريشن كام واحد شاف الكامبين، وهكذا، تمام. طيب دي اسمها ميتريكس، اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، اللي هي الامبريشن والريتش والفريكوانسي والرؤس والكلام ده كله، ده هنشرحه مفيش اي مشكله خالص، ولكن خليني اعلمك ازاي تقدر تعمل كامبين بشكل سهل جدا واحترافي في نفس الوقت. طيب اول حاجه انت محتاجها بعد ما تبقى في الادز مانجر، هتدوس على كلمه كرييت او كلمه انشاء حمله اعلانيه، على حسب انت عندك بالعربي او بالانجليزي، تمام. انا دايما بفضل بالانجلش، واتمنى ان انت كمان تكون محافظ على انك تستخدمه بالانجلش، عشان اي مصطلحات بنقولها تبقى ثابته وتبقى دايما مواكب السوق العالمي، وفي نفس الوقت تقدر ان شاء الله بسبب مهاره الميديا باينج تشتغل في اي شركه، وتبقى طبعا مش بعيد عنهم في المصطلحات اللي بيقولوها والكلام ده كله. تمام. طيب انا دلوقتي لما دوست على كلمه كرييت او كلمه انشاء، قال لي طب انت ايه نوع الحمله الاعلانيه اللي انت عايزها؟ هل عايز تعمل حمله اعلانيه اويرنس، انت بس تعرف الناس او توصل للناس بيها، تقول لهم والله انا عايز اعرفكم بيا، انا براند جديد وعايز اعرفكم بيا، ولا انت عايز تجيب ترافيك، تمام، ان انت ناس تضغط بقى على الويب سايت بتاعك، او تروح لللاندنج بيج معينه، او تروح لانستجرام بروفايل، ولا انت مثلا عايز انجيجمنت، عايز تفاعل، وعايز الناس تعمل لك لايكات وكومنتات وتعمل لك شير، وتخش مثلا تبعت لك مسجات على الماسنجر، عايز تفاعل من الاخر، ولا انت عايز ليد جنريشن، تمام، وانت راجل بقى مثلا في المجال العقاري، او انت راجل عندك، خلينا نقول ان انت عندك محل سباكه، عندك مثلا محل نجاره، ايا كان، وانت عايز الناس تشوف الخدمه بتاعتك وتبتدي تسجل ارقامها عندك، عشان خاطر انت تكلمهم، عشان خاطر هم مهتمين بالخدمه ديت، سواء شراء وحده عقاريه، او مثلا انت حد عندك لوكال سيرفيس، او مثلا بتقدم خدمه معينه. تمام. طيب الاب بروموشن هي ان انت لو عندك ابلكيشن وعايز تعمل الابلكيشن دوت اعلانات، وعايز الناس تبتدي بقى
ان هي تحمل الابلكيشن ده عندها، فالاب بروموشن هيخلي الناس او هيجيب لك اكبر عدد من الناس يحمل الابلكيشن بتاعك. طيب لو انت راجل عندك ستور او متجر الكتروني وبتبيع منتجات او بتبيع كورسات او ايا كان، وعايز الناس تبتدي ان هي تكونفيرت معاك او تبتدي ان هي تشتري من الويب سايت بتاعك سواء بتاع الكورسات او بتاع المنتجات، تبتدي تختار سيلز هنا، وعن طريقه هيبتدي الفيسبوك يجيب لك الناس اللي هي more likely ان هي تيك اكشن او تشتري الخدمه بتاعتك او البرودكت بتاعك. تمام. فاحنا كده عرفنا انواع الحملات الاعلانيه. طيب ايه اكتر انواع حملات اعلانيه احنا بنشتغل عليها؟ اكتر نوعين هما الليد جنريشن والسيلز. تمام، الليد جنريشن والسيلز دول اكتر نوعين هتشتغل عليهم سواء انت شغال في ماركتنج ايجنسي او ايا كان. حلو. طيب اويرنس وترافيك ده لو انت مثلا عامل اعلان لفودافون لاورنج ايا كان، هتلاقيهم بيعملوا في الحاله دي اعلان اويرنس او اعلان ترافيك عشان يعرضوا الاعلان ده على اكبر عدد من الناس يشوف الاعلان بتاعهم دوت. تمام، وبرده بيستخدموا الانجيجمنت عشان ده بيجيب فيديو فيوز او برضو اكبر عدد ممكن من مشاهده الاعلان بتاعهم. حلو، لان في الحاله دي هم مش بيبيعوا منتج او خدمه اونلاين، انما انت عشان خاطر تكون بتبيع منتج او خدمه او انت راجل عايز ليدز او عايز ارقام، هتكون طبعا بتشتغل على الليد جنريشن والسيلز. طيب خلينا نعتبر ان انت راجل دلوقتي بتشتغل على ستور معين او متجر الكتروني وانت راجل عايز مبيعات. تمام. طيب فانا دلوقتي هشرح بشكل اساسي على حمله المبيعات، واللي انا هعمله هنا انت بقى تبتدي تطبقه برضو على الليد جنريشن وايا كان. وبالنسبه لكل واحده من دي انا هبقى اعمل كورس مفصل بيتكلم عن كل حاجه بالتحديد، ولكن الكورس ده انا اعمله بشكل سريع عشان خاطر تقدر ان انت تعمل حمله اعلانيه سريعه. تمام. طيب انا دوست على سيلز، ودلوقتي هنخش على حمله اعلانيه هدفها سيلز. طيب احنا كده فتحنا الحمله الاعلانيه، واول حاجه هنا هيقول لك دخل الكامبين نيم او اسم الكامبين. فانا طبعا هنا سميتها تيست برودكت كامبين، وزي ما انت شايف كده عندنا 3 مستويات في الحمله الاعلانيه لازم تحفظهم زي اسمك. اول مستوى هو الحمله الاعلانيه نفسها، تمام، ودي اللي شامله الاثنين اللي تحتها. حلو كده. تاني حاجه المجموعه الاعلانيه، تمام، ودي اللي بيكون فيها البادجت بتاعنا او هيكون فيها سيت اب معينه هوريها لك. وتالت حاجه الاعلان نفسه، تمام، اللي هو بيكون فيه الصوره او الفيديو، وفيه طبعا الكتابه الاعلانيه او التكست الاعلاني او المحتوى الاعلاني اللي انت كاتبه، وده هنشوفه مع بعض دلوقتي. تمام. الموضوع سهل جدا ما تقلقش. طيب انا سميت دي تيست برودكت كامبين. طيب باينج تايب اوكشن. يعني ايه اوكشن؟ يعني مزاد، انت بتسيبها زي ما هي ما بتلعبش في دي. تمام. وطيب الكامبين اوبجيكتيف ايه؟ زي ما قلنا ان هو هيبقى سيلز، او انا دلوقتي عندي برودكت عايز ابيعه او كورس او ايا كان. حلو. طيب الكامبين سبيندنج ليميت برضه مش هنلعب فيه، هنسيبها زي ما هي. الادفانتج بلس كاتالوج برضه سيبها زي ما هي. هنا بقى نيجي للمهم، بيقول لك انت عايز يا باشا كامبين بادجت ولا اد سيت بادجت؟ يعني عايز تحط بادجت معين ويتوزع على اي حاجه في الحمله الاعلانيه، على كل المجموعات الاعلانيه، ولا انت عايز تحط في كل مجموعه اعلانيه بادجت منفصل؟ فدي بنستخدمها في حاله ودي بنستخدمها في حاله. تمام. ولكن خلينا نقول احنا دلوقتي لو هنتست اكتر من برودكت وعايزين نعرف اني واحد هيشتغل معانا اكتر، ونخلي فيسبوك نقول لفيسبوك يلا يا فيسبوك ودي انت البادجت للبرودكت اللي بيشتغل اكتر حاجه، فهنقول له كامبين بادجت. تمام. فهيقول لي انت هتبدا بكام في اليوم؟ ب $20 ب $30. اقول له يا عم انا هبدا ب $25 في اليوم مثلا. تمام. طيب عايزه ديلي بادجت، يعني البادجت ده يومي، ولا عايزه خلال الكامبين كلها على بعضها؟ فانا هقول له لا والله انا عايزه يومي. لو انا عايزه خلال الكامبين على بعضها اقول له لايف تايم بادجت، وانا عايز الكامبين دي تصرف كله على بعضه $500. تمام. بس انا بحب اشتغل بالديلي بادجت بصراحه، فانا هختار ديلي بادجت بالشكل ده واقول له $25 بادجت. والاي بي تيست دي هبقى اشرحها لكم بعدين، مش هنيجي جنبها خالص. تمام. وخلاص احنا كل اللي عملناه في الصفحه دي ان احنا غيرنا اسم الكامبين سميناها تيست، واخترنا البادجت بتاعنا يبقى $25 في اليوم، وان هو يبقى كامبين بادجت. معنى كده ان اي اعلانات عندي هنا هيتوزع عليها البادجت بس على حسب الاعلان اللي جاب مبيعات اكتر. تمام. كده مش هنعمل حاجه في الصفحه دي تاني، وهندوس على كلمه نيكست، واللعب كله هيبقى فين؟ هيبقى في المجموعه الاعلانيه او الاد سيت بتاعنا. تمام. طيب اسمه ايه الاد سيت؟ اسمه نيو سيلز اد سيت. ممكن اسميه تيست برضو عادي، ممكن اسميه تيست، اسميه اي حاجه انا عايزها، مفيش اي مشكله. وهنا الحته المهمه بتاعه البيكسل، هنا بقى الكونفرجن او احتساب المبيعات بتاعتك. طيب هنا الكونفرجن لوكيشن ايه؟ ويب سايت. ليه ويب سايت؟ لان انا هنا المبيعات بتاعتي هتيجي عن طريق الويب سايت بتاعي. حلو. طيب هنا
وهنا البيكسل اللي احنا سطبناه. طيب انا عندي هنا زي ما انت شايف اكتر من بيكسل، منهم البيكسل اللي احنا عملناه مع بعض اللي اسمه تيست. تمام، فزي ما قلت لك هنعتبر ان الديجيتال فور ايربس بيكسل هو ده التيست اللي احنا عملناه، ولكني هختار الديجيتال فور ايربس بيكسل اللي انا عامله لانه في طبعا كل حاجه اكتف، سواء البيرتشيس او الفيو كونتنت او الاد تو كارت او ايا كان. طيب ايه الحدث اللي انا هختاره؟ هو الهدف اللي انا عايزه. ايه اللي انا عايزه؟ انا عايز الناس تعمل اد تو كارت، ولا انا عايز الناس تشتري مني، ولا انا عايز الناس بس تبص على الكونتنت بتاعي او على اللاندنج بيج بتاعه المنتج؟ لا، انا عايز الناس تشتري مني، فاختار بيرتشيس. تمام. وانت طبعا لو مسطب البيكسل صح هتلاقي بيرتشيس دي في الاكتيف ايفنتس بالشكل ده. حلو حلو. بعد ما اخترت الاكتيف ايفنت اللي هو البيرتشيس، هبتدي بقى ان انا انزل كده شويه واشوف السيتنجز المهمه جدا بتاعتنا وهي اللوكيشن. طيب انت عايز الناس اللي هتشتري منك تكون منين، او عايز الحمله الاعلانيه بتاعتك تظهر في اي بلد؟ عايزها تظهر في مصر ولا في السعوديه ولا في اوروبا ولا في امريكا ولا فين بالظبط؟ طبعا باي ديفولت هيجيب لك البلد اللي انت فيها حاليا. انا عشان دلوقتي في مصر فجايب لي ايجيبت. طب لو انا عايز اغيرها، مثلا وانا في السعوديه هعمل سعودي ارابيا، فهيبتدي يجيب لي سعودي ارابيا، فاختار سعودي ارابيا بالشكل دوت. طيب وهقوم طبعا ماسح مصر عشان خاطر ما تظهرش في البلدين. طيب لو انا عايز اختار محافظه معينه وليكن القاهره، او مثلا عايز اختار الرياض، فمثلا هقوم عامل كده كايرو مثلا او الرياض او ايا كان، وابتدي اختارها. طيب في الاي كوميرس، او لو احنا عندنا متجر الكتروني والمتجر الالكتروني ده ما يكونش بيبيع في محافظه معينه وبيبيع في كل المحافظات، فالاحسن ان انت تختار الدوله كلها، تمام، يظهر فيها الاعلان. وده طبعا طالما انت قادر توصل لجميع المحافظات. حلو حلو زي الفل. طيب انا اخترت السعوديه لان انا قلت لك المتجر بتاعي بالسعوديه. وبالنسبه للسن هتختار المينيمم ايج او اصغر سن يظهر له الاعلان على حسب طبعا البرودكت بتاعك او على حسب الخدمه بتاعتك. وليكن مثلا انا عايز الناس اللي من اول سن 20، فاختار من اول سن 20 وهكذا. واول لانجوج دي بتسيبها زي ما هي، ما تجيش جنبها، سيبها اول لانجوج، ما تختارش الناس اللي بتتكلم عربي بس او انجليزي بس او ايا كان، سيبها اول لانجوج زي ما هي. ده اللي انا بنصحك بيه. حلو حلو. طيب هنا suggest ان اودينس. هنا لو انت عايز تختار جمهور ومش عايز متى تختار لك هي الجمهور بالذكاء الاصطناعي بتاعها. طبعا دلوقتي الموضوع غير زمان. الاول احنا كنا بنحط تارجت او بنحط مثلا جمهور مستهدف، بنيجي عند الديتيل تارجتنج. وانا مثلا دلوقتي ببيع مثلا خلينا اقول العاب، فهختار الناس اللي مهتمه بالجيمز مثلا. تمام. وهقوم جايب الناس المهتمه مثلا بالجيمز او الجيمرز او ايا كان، تمام، بالشكل دوت. وابتدي بقى اختار الناس اللي مهتمه بالجيمز. او إن لو انا مثلا ببيع وليكن حاجه ليها علاقه بالعربيات، فاقول مثلا كار اونرز مثلا، وابتدي ان انا اختار بقى الكار اونرز او السمول بزنس اونرز اللي انا ببيع حاجه مثلا ليها علاقه باصحاب البيزنس. ايا كان انا عايز استهدف مين، في الطبيعي بكتب هنا والاعلان هيروح له. بس دلوقتي انا بنصحك ان انت ما تدخلش الديتيل تارجتنج، لان اللعبه ما بقتش في الديتيل تارجتنج اني مور. اللعبه كلها دلوقتي في المحتوى بتاعك. المحتوى بتاعك اللي هو الصوره او الفيديو اللي انت بتحطهم، والمحتوى الاعلاني الكتابي، وعلى اساسهم متى بتبتدي تودي الاعلان لاحسن اودينس او احسن جمهور ممكن يشتري منك الخدمه او المنتج بتاعك دوت، او يسجل معاك لو انت طبعا بتارجت ناس وعايز ليد جنريشن. حلو. فده اللي انا بنصحك بيه. ولكن دايما خليك اوبن ان انت تجرب. لو انت عايز تجرب فانت ممكن تعمل 2 مجموعه اعلانيه. تخلي مجموعه اعلانيه انت حاطط فيها تارجت بالشكل ده، ومجموعه اعلانيه تانية تعمل لها نسخ كويك دوبليكيت مثلا. تمام. والمجموعه الاعلانيه التانية تسيبها من غير تارجت خالص، وتخلي ميتا هي اللي تختار التارجت. وشوف والله اني واحده فيهم اللي نتائجها احسن او اللي بتعمل مبيعات معاك، لان دايما التجربه هي اهم حاجه. حلو حلو. فانا بناء على تجربتي وبناء على تحديثات ميتا الاخيره، انا بقيت اهتم بالمحتوى الاعلاني مش بالتارجت. تمام. بسيب ميتا هو اللي يودي الاعلان للتارجت اللي هو شايفه صح. حلو حلو. طيب دلوقتي عشان ما لخبطكش انا همسح المجموعه الاعلانيه الجديده دي، بس انا كنت بوريك ازاي تقدر تعمل مجموعه اعلانيه برضو جوه الحمله الاعلانيه بتاعتك. تمام تمام. طيب ايه تاني اقدر اختاره غير التارجتنج او الاستهداف التفصيلي للحمله الاعلانيه؟ اقدر اختار اذا كنت عايز الاعلان ده يروح للرجاله والستات، ولا للرجاله بس، ولا مثلا للستات بس. برضه لو انت مثلا بتبيع برودكت حريمي، فهنا انت هتختار اكيد وومن، وبرضه هتسيب الاستهداف مفتوح ومتى يختار زي ما هو عايز. لو بتبيع منتجات رجالي هتختار من. لو انت المنتج بتاعك مناسب للاثنين سيبها اقول
زي ما هي. وطبعا بالنسبه للسن على حسب انت مختار المينيمم ايدج هنا ايه، 18 او 20 او 40، هيبتدي يظهر معاك هنا على حسب انت عامله ايه. لو انت اخترته من 20 هيبدا معاك هنا من 20 لحد 65. تقدر تختار السن طبعا بتاع الجمهور بتاعك. لو انت ما اخترتش برضه زي ما قلت لك، فيسبوك هيودي الحمله الاعلانيه للجمهور الصح. حلو حلو زي الفل. طيب ايه تاني هنا طبعا البليسمنتس، او انت تقدر تختار من هنا انت عايز تعرض الحمله الاعلانيه بتاعتك فين بالظبط على منصات فيسبوك. تمام. طيب انت لو عايز تعمل لها ايديت هتعمل لها، لو عايز فيسبوك برضو هو اللي يدير الموضوع، فيسبوك هيدير الموضوع. طيب من هنا البلاتفورمز زي ما انت شايف كده، تقدر تختار فيسبوك او ماسنجر او انستجرام او اودينس نتورك او ثريدز. طيب طبعا فيسبوك انستجرام كل الكلام اللي انتوا عارفينه، بس الاودينس نتورك ممكن بعض الناس منكم ما يعرفوهاش. الاودينس نتورك هي ان الاعلان بتاعك يتعرض على منصات او مواقع خارجيه خارج منصه فيسبوك وخارج منصه انستجرام. تمام. وليكن مثلا مواقع اخباريه او ايا كان فيسبوك عامل معاهم شراكه. حلو حلو. دي انت عايز تسيبها سيبها، عايز تلغيها الغيها. انا في معظم الاحيان بصراحه كنت بلغيها، لان كنت ببقى عايز الاعلان بتاعي يبقى فوكسد بس على انه يتعرض على منصه فيسبوك ومنصه انستجرام. ولكن بعد التحديثات الجديده بتاعت ميتا انا بقيت اسيب الكلام ده اوتوماتيك وما بقيتش العب فيه خلاص بتاع البليسمنتس ده. وزي ما قلت لك بقيت اركز انا في الكونتنت وبس. الديفايسز هي ان انت عايز تعرض الحمله الاعلانيه بتاعتك على الموبايل ولا الكمبيوتر بس، وهل عايز تعرضه على الاندرويد ولا الاي او اس، في حاله ان انت مثلا عايز تختار موبايلات معينه. وطبعا في اوبشن ان انت تعرض الحمله الاعلانيه بس لما الشخص يكون عنده واي فاي بس، او يكون طبعا او يكون مثلا عنده واي فاي او داتا. فطبعا الاوبشنز دي يعني في الطبيعي ما بنلعبش فيها، بس دي بقى لو حاجه انت طبعا عايز تعمل سبيشال كامبين لحاجه معينه، هنا عندك الاوبشنز. ولكن في الغالب احنا ما بنستخدمهمش. حلو حلو. حتى بقيه الاوبشنز اللي تحت دي انا مش هشرح عنها حاجه، اللي احنا بنسيبها برضو باي ديفولت. حلو حلو كده. قلنا من الاد سيت بنختار البادجت بتاعنا لو احنا ما اخترناهوش في الكامبين اللي فوق. تمام. لو اخترنا ان البادجت يتوزع على اي حاجه داخل الكامبين خلاص ما بنختارش من هنا بادجت، واحنا الاوبشنز اللي بتظهر لنا بس ان احنا نختار البيكسل بتاعنا، نختار البيرتشيس ايفنت، ونحط طبعا الدوله اللي احنا هنبيع فيها، ونحط الايدج او الاودينس لو احنا طبعا عايزين. مش عايزين وعايزين فيسبوك يعيش حياته، هنسيب كل دوت وهنهتم بس ان احنا نتاكد ان البيكسل بتاعنا متسطب فوق هنا ومعمول بيرتشيس وخلاص، وهنروح ندوس طبعا نيكست. حلو. وهنا بقى الحته المهمه جدا واللي فيها اللعب كله بعد الاد سيت، ايه هي؟ ان انت هنا بتختار الصفحه اللي هتعرض عليها الاعلان بتاعك والانستجرام. يعني انت لو جيت هنا دوست هنا هيطلع لك بقى ايه طبعا مجموعه اوبشنز تختار ايه الصفحه بتاعتك منهم، وتختار الانستجرام. ده طبعا لو ما كانش اختاره باي ديفولت. حلو حلو. وهنا اد بريفيو بتخليك تشوف الاعلان بنفسك اللي انت بتبنيه. طيب هنا بيقول لك انت عايز تعمل ايه، والله عايز تبني اد جديد ولا انت عايز تختار بوست من الصفحه عندك او من الانستجرام عندك. فلو عايز تختار بوست من الصفحه عندك او الانستجرام عندك وتشغل الاعلان هتختار يوز اكزيستنج بوست. لو انت عايز تعمل اعلان جديد من الصفر هتخليها كرييت اد زي ما هي. حلو حلو. وهنا مانيوال ابلود زي ما انت شايف. وهنا طبعا ادي معموله سنجل ايمج اور فيديو ان انت ترفع صوره واحده او فيديو واحد، او هنا كارسل ان انت هتلاقي اتعرض اكتر من صوره وفيديو جنب بعض. تمام. او كوليكشن او فليكسبل. طيب ايه فليكسبل؟ فليكسبل دي برضو ان هو انت هترفع الصور والفيديوز لفيسبوك وهو بقى هيبتدي يعمل كارسل لوحده. تمام. ويبتدي يعرض الفيديو في ريلز اللي مقاسه ريلز، وهيبتدي يعرض لك ستوري، وهيبتدي يعمل كل حاجه من نفسه. حلو. ولكن طبعا انا يعني مش برشح الفليكسبل غير لما تكون انت عملت تيست للكامبين وعرفت اني فيديوهات شغاله معاك واني صور. بعد كده بقى تروح تاخد الوينر فيديوز او ايمجز وتروح تعمل لهم فليكسبل كامبين لوحدها. حلو. بس احنا هنختار هنا ايه السنجل ايمج او فيديو. وهنروح هنا طبعا نحط لينك الويب سايت بتاعنا بما اننا عاملينها ويب سايت. انا مثلا في الحاله دي هروح اعمل ديجيتال فور ايربس بالشكل ده، وهروح طبعا اخد اللينك بتاع ديجيتال فور ايربس وهقول ان انا مثلا هعمل للبرودكت دوت كامبين. فهروح احط اللينك بتاعي هنا. تمام. وهقوم رايح اقول له ان انا عايز ارفع صوره او فيديو.
تمام. فهروح اختار فيديو او صوره من اللي اوريدي موجودين عندي على الاكونت هنا، او طبعا ترفع انت بقى من عندك من على الكمبيوتر عندك الصور او الفيديوهات او ايا كان. حلو. طيب هنا الحاجات دي طبعا لو انت عندك بروموشن بتختارها، عندك سايت لينكس الكلام ده كله، هنا بتعمل اكتف، ودي اوبشنز اضافيه. مش عايزها يا معلم دوس نيكست. تمام. وانا برضه هبقى اشرحها بعدين، بس انا بوريك بس بشكل سريع ازاي احنا بنعمل الكامبين. انا مثلا خلينا اقول ان انا ده الفيديو بتاعي مثلا بتاع الباور بانك. تمام. عادي ده بتاع ساعه، بس انا بديكم مثال. تمام. اعتبر ان ده الفيديو اللي احنا بنتكلم عليه. حلو كده. وهنا لو انت عايز تقص الفيديو قصه، مش عايز هتدوس سكيب. تمام. هنا بتختار المقاس، والله زي ما انت شايف كده ادي المقاسات الاوتوماتيك بتاعته، ونكست. هنا احط بقى التكست، طبعا بتروح على تشات جي بي تي وتديله الوصف بتاع المنتج بتاعك، الاسم بتاع المنتج والوصف بتاع المنتج. تمام بالشكل ده. وتروح تاخده كوبي وتروح لتشات جي بي تي وتقول له بقى ايه، انا عايزك تكتب لي محتوى اعلاني مثلا احترافي ل الكامبين بتاعت ميتا بتاعتي. فهتلاقيه كتب لك يعني وصف احترافي، وخليه يكتب لك على الاقل 5 برايمري تكست و5 هيدلاينز، وخليه طبعا تقول له، حاول تضيف تقول له ايه فوكس اون بين بوينت، فهيبتدي ان هو يفوكس على الحته المهمه اللي ناقصه الناس عشان خاطر يقدروا يشتروا المنتج بتاعك. حلو. حلو. الكول تو اكشن هنا ان انت بقى بتقول له عايزه يروح ليرن مور ولا جيت اوفر ولا شوب ناو ولا ايا كان. بما اننا بنتكلم في اي كوميرس فهنقول له شوب ناو، هنقول له مثلا باي ناو ايا كان، وبعديها هنروح نقول له نكست. تمام. هنا بقى دي اوبشنز اضافيه برضو انهانسمنتس، ممكن تختارها كلها او ما تختارهاش، دي ترجع لك. كل واحد مننا بيعمل ايه. هو مديك صوره اهو الفيسبوك او مديك مثال عليه، تقدر انت تشوف وبعد كده تدوس دان. حلو. وزي ما انت شايف كده جاب لك الفيديو، وهنا طبعا هيكون جايب لك التكست الاعلاني بتاعك او المحتوى الاعلاني، وادي الشوب ناو بutton، وهنا برضو الهيدلاين اللي انت كاتبه، وهكذا. حلو. حلو. طيب هنا بتقدر تتحكم في الادفانتج بلس والكرييتيف انهانسمنت اللي اتكلمنا عليهم من هنا اهو. تمام. وهنا من تحت ادي زي ما انت شايف كده مختار اوتوماتيكلي الديجيتال فور ايربس بيكسل. تمام. عشان خاطر يقدر يتراك معايا كل الحاجات اللي بتحصل على الكامبين بتاعتي، مبيعاتي، كم واحد شاف الاعلان، كم واحد كليكد على الاعلان، كل الكلام دوت. ده كان شرح سريع جدا كده لازاي بنعمل كامبين على ميتا. تمام. تقدر تقول كده ده ميني كورس او كورس صغنن جدا بعرفك بيه الدنيا. لو انت عمرك ما عملت كامبين على ميتا او ما تعرفش عنها اي حاجه، تبتدي بس تفهم الاوبشنز بحيث ان انت تبتدي تعمل كامبين احترافيه، بدل ما انت بتروح تعمل بوست او تعمل من الاخر كده ايه من الصفحه بتاعتك اللي هو تدوس على بوست وخلاص، ومن غير ما وتعمل اعلان بدون ما انت تتدخل اي تدخل او اعلان احترافي او كده. تمام. فلو انت مهتم بالميديا باينج تقدر تقول ده كده كورس تعريفي او كورس صغير او ميني كورس بيعرفك على اعلانات ميتا. حلو. وانت لو عايز تجرب طبعا تعمل حمله اعلانيه مع نفسك، انصحك ان انت تبدا ببادجت صغنن جدا 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 في الاول لو انت ما تعرفش اي حاجه، زي بادجت مثلا $10 في اليوم مثلا او $5 في اليوم، بس تست بيه كده ايه الدنيا. وانا هكون طبعا بعمل كورسات كامله مكمله بشرح فيها كل حاجه من الصفر عن اعلانات ميتا وانستجرام و سوري، عن اعلانات ميتا اللي هي فيسبوك وانستجرام وسناب شات وجوجل ادز وكل حاجه في الدنيا. بس انا حبيت في السلسله دي اعمل ميني كورسز سريعه تعرفك بس عن الحاجه اللي انت ما تعرفش عنها نهائيا، وتوريك شكلها عامل ازاي، عشان لما اجي اشرح كورس كامل مكمل تبقى انت عندك خلفيه عن الموضوع ده قبل كده، وما تتخضش وتلاقي ان انت فعلا لا شفت البيج دي قبل كده او شفت الصفحه دي قبل كده او السيستم ده قبل كده، عشان نبتدي واحده واحده نخش في الحاجات الادفانسد بقى. اتمنى ما كنتش طولت عليكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناه اليوتيوب وتعملوا لايك وكومنت لو عجبك الفيديو، وهستنى كومنتاتكم تطلبوا مني اي حاجه انتوا عايزينها سواء كورسات جديده او فيديوهات جديده. وبرضه ما تنساش تعملي فولو على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى جميع المنصات، طبعا ببقى سايب لك اللينك في الديسكريبشن. واتمنى ما كنتش طولت عليكم. سلام.